السلام عليكم بنات، كي نتوما؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى انكم تكونوا بخير وعلى خير وبصحه جيده ان شاء الله. وانتم كتشاهدوا هاد لا فيديو هذا ديالي. مهم هاد لا فيديو هذا ان شاء الله غادي يكون خاص بالناس اللي ديجا كيسولوني تقريبا شاك فيديو. قسما بالله البنات كل فيديو كنحط الناس اللي يعني ما متاكدوش من الهضره ديالي يرجعوا ويقراو. كل فيديو كنحطو كنلقى نفس الاسئله على المشكل ديال جرثومه المعده. ربات المضره، واش بريتي، واش تشافيتي، فين وصلتي في جرثومه المعده؟ وكنقول لهم ضروري راه غادي ندير لكم ضروري غندير لكم فيديو خصيصا لهاد الناس هادو، ونهضر لكم على اي حاجه متعلقه بهذا الموضوع هذا. المهم هنايا عندي تحاليل رميمته وانا محافظه عليهم، خزناهم باش هكا نوريهم لكم. المهم انا تشافيت الحمد لله ولله الحمد، تشافيت جاب ربي الشفاء العاجل. شوفوا منين كيربغي ربي، ملي كيبغي لك شي حاجه راه تتشافي. منين تيبغي لك تشافي راه داكشي بالقضاء والقدر. يعني داكشي كانت كتقولها لي ماما، كتقول لي مني غيوفى الاجل ديال انك تبراي اولا تصحي راه ربي غادي ضروري ما غادي يكتب لك الشفاء. وداكشي اللي كاين كما راكم كتعرفوا الناس اللي متابعيني. هذه دابا عامين تقريبا وانا مريضه بجرثومه ديال المعده. يعني دوزت مشيت عند الاطباء، ما كاينش شي بلاصه يعني ما مشيتش ليها. درت العشوب، درت كل شيء، ما عرفتش واش كنبان ولا لا. عرفتش واش كنبان لكم؟ بلاتي نجيب ريغلايت هنايا. المهم كما قلت لكم صراحه درت العشوب، درت بزاف ديال الحوايج ولكن ما صحيتش. درت تريتمون ديال جرثومه ديال المعده، درتو ماشي مره ماشي جوج ماشي ثلاثه، بريسك الناس كاملين راهم عارفين هذا المشكل هذا ديال جرثومه ديال المعده. كما قلت لكم الناس كاملين عارفين المشكل اللي كديروا جرثومه ديال المعده، يعني كتنقص في الوزن. ما كاينلاش زعما ندخل معكم في الاعراض ديالها راهم معروفين وباينين. منهم اول حاجه هي فقدان الوزن بواحد الشكل اللي خايب بزاف، اللي هو اللي وقع لي انا. يعني من 64 كيلو نقصت مني 14 كيلو، من 64 هبطت ل 50 كيلو، وكاع في الاخر كاع لقيت 49. والحمد لله بقيت غدا رجعت تقريبا الوزن ديالي، ماشي 64 ولكن الحمد لله قريبه زعما نوصل للوزن المثالي ديالي وصافي. بالنسبه للبنات الاعراض كما قلت لكم ديال جرثومه المعده راه هي فقر الدم، الحاد كيولي عندك، يعني العياء، استخفاء، الالم في المعده، الدوخه، الاكتئاب. انا تنركز على الاكتئاب، يعني اذا جرثومه المعده راه من المسببات ديال الاكتئاب. والمهم دابا ندوزو للعلاج. اول حاجه البنات هي انني انا درت في الاول مشيت عند طبيبه في مدينه جديده. راكم عارفين ملي كنت في جديده مشيت عند طبيبه اللي هي سبيسياليست في الجهاز الهضمي. عطاتني اول حاجه هي ندير تحليله. درت غير التيست ديال الدم، خرجت لي جرثومه انها عندي. عطاتني التريتمون باش نديرو غير ديال المغرب، يعني الدواء الثلاثي ديال المغرب درتو. ابخي شهر درت التيست ريسبيراتوار، لقيتها مازال يعني ما صحيتش. عاود عطاتني ندير بيليرا. راكم عارفين راه ديجا هضرت عليه، راه صعيب بزاف، ما كيوالمش بزاف ديال الاجسام، ما كيوالمهمش، ما كيجيش معاهم. المهم درت عليه تا هو لا كوموند جاني من على برا. درتو ما تشافيتش. انا كنعاود تيست ريسبيراتوار كنلقى راسي ما تشافيش. دونك انا درت تريتمون جوج ديال المرات ما جابش الله الشفاء. التجأت لداكشي ديال العراب، يعني الثومه، سكينجبير، هادي والو ما كنحش راسي مزيانه، يعني ما كاينش تحسن. فاش جيت للقنيطره هنايا نصحوني الناس بواحد سبيسياليست، واحد الدكتوره الله يسهل عليها في هذا النهار هذا، ماشي اشهار ما والو، سهيله الطاهري. ما دير لها لا اشهار حتى شي حاجه، هذه خير لله سبحانه وتعالى. كنصح به جميع الناس اللي في شي مدينه كاع بغى يدي بلاصه القنيطره يعيط لي، يتصل بيا، ندي حتى لعند ديك الطبيبه لانها كتستاهل ان الانسان يهضر عليها. ما شاء الله دكتوره يعني في المستوى. يعني شوفوا ما تشوفوش الماديات، هو فعلا زيد شويه ديال الفلوس بارابور زعما الميدسان الاخرين. يعني ملي كتعاودي كونطرول واخا تكون غير 4 ايام خصك تعاودي تخلصيها. يعني هي شويه كتركز على الماده ولكن عندها ما تعطي، ما شاء الله عندها ما تعطي. وهذا هو اللي المهم، هو ان الانسان يكون غير تشافي. راه ماشي مشكل الفلوس، راه انا ديجا خسرت الفلوس كيف ما قلت لكم في التريتمون بجوج بهم، خسرت فيهم الفلوس والتحاليل وما صحيتش. يعني انا وليت كنقول ماشي مشكله في الفلوس، غير نصح، غير يعني ندير التيست ولقى راسي انني ما فياش جرثومه ديال المعده.
وصافي. المهم مشيت عندها الطبيبه هذه، قلت لها كوم كوا خديت بيليرا وخديت الدواء ديال المغرب الثلاثي وراه ما دار ليا حتى شي حاجه، راه زعما عاد ما زدت مرضت اكثر وضعفيت والنفسيه ديالي دخلت في حاله اكتئاب، في حاله توتر. ملي كنشوف راسي انني ما كناكلش وغير كنتقيا وانني ضعفيت في صحتي، ما بقيت لا كنقدر لا نزيد لا نمشي لا نعس لا حتى شي حاجه، خاصني الحل. دكتوره قالت لي شوفي انا غادي نعطيك ديري ماشي تيست وهادشي هذا، اول حاجه غنبداو بها هي التيو. وسط التيو غناخذ لك عينات من المعده غادي نصيفطوهم حتى لفرنسا باش نشوفوا كومسا واش الله يحفظ كاين شي سرطان المعده، واش كاين يعني شي خلايا اللي ممكن تكون من القدام يعني تولي سرطان، خلايا سرطانيه يعني. المهم غنشوفوا شنو كاين. قالت لي انت غديري التيو والكمال على الله سبحانه وتعالى. هذاك الشيء اللي كان بالضبط. دوزت واحد 4 ايام هكاك مورا التدويزه، مورا يعني لا فيزيت، مورا الكونسلطاسيون. مشيت درت التيو. راه هادشي كله شاركته معكم في لي فيديو ديالي، راه الناس اللي ديجا متبعيني على جرثومه المعده راهم عارفين هادشي هذا دقه بدقه. مشيت درت التيو، درتو بالبنج كما شفتوا سبق وشفتوا في الفيديو. المهم خداو لي عينات من المعده، الحمد لله ما كاين يعني لا الام لا حتى شي حاجه، ما علينا. خداو لي داروا لي التيو. ديك الساعات قالت لي طيب ملي فقت من البنج قالت لي راه انا عندك المعده مزيانه، كاينين دي تريك هكا وسط المعده حفيرات، ولكن دوك الحفيرات راه الجرثومه المعده اللي كديرهم ملي كطول في المعده كتبقى دير حفرات هكايا، وهذوك راه ما عندك حتى شي حاجه الحمد لله. كاين غير شويه ديال الالتهاب شويه انفلاماسيون. قالت لي ولكن يعني ما غادي نقول لك لو ريزولطا الاخرى حتى ديري تخرج العينه ديال التشريح الدقيق. داكشي زيد ديك العينه اللي خداو ليا من المعده ديتها في دي بواط، ديتها للمختبر ديال التحاليل ديال التشريح الدقيق، صيفطوها حتى لفرنسا مده 15 يوم. وهادشي كامل تقريبا درتو بشي 5000 درهم، يعني داخله فيها التيو والتحاليل بجوج ب 5000 درهم باش درتهم. عاد ابار الكونسلطاسيون ديال الطبيبه، ابار التحاليل اللي درت ديال فقر الدم، عطاتني ديال فقر الدم ديال السكر ديال لي كواطر ديال بزاف ديال لي زاناليز باش تعرف علاش الوزن يعني نقص بزاف، ماشي غير زعما اكوز زعما ديال الجرثومه. وصافي هادشي اللي كاين. المهم كيف ما قلت لكم تسنيت ديك 15 يوم دازت عليا جحيم، ما نكذبش عليكم. عرفتي كنقول عندك تكون شي حاجه ماشيه هذيك في لي زاناليز يا المهم كنطلب الله وكنوض نصلي وحق الله، كنصلي الفجر وكنطلب وكنقول يا ربي خرجوا التحاليل مزيان ما تكون حتى شي حاجه ان شاء الله باذن الله. داكشي اللي كان دازت 15 يوم. عاود خرجوا لي لي زاناليز، خرجوا انه فيهم غير الالتهاب، يعني ما كاينش شي حاجه غير التهاب وداك الشيء. وجرثومه خرجت انها كاينه جرثومه المعده. المشكله اللي كنت لقيت هي انه في التيو خرجت لي جرثومه المعده، في التيست ريسبيراتوار خرجت لي جرثومه المعده، ولكن في العينه اللي خديت من المعده ما خرجتش فيهم الجرثومه. هذا هو الاشكال اللي بقى عند الطبيبه، قالت لي ما عرفتش زعما علاش. المهم ماشي مشكل. من بعد صافي عطاتني التريتمون، وهذه هي النقطه اللي باغا نركز عليها. فريمون التريتمون ديالها ما شاء الله. عرفتي راه التريتمون الاول اللي دوزت ديال بيليرا، انا شفتو الفيديو اللي انا ديجا نخلي لكم في بواد ديسكريبسيون ديجا الناس تتفرجوا فيه، كتبت لكم شفت الموت مع بيليرا، ولكن غنقول لكم شفت الحياه دابا في هذا الفيديو ده، شفت الحياه مع هاد الدواء اللي عطاتني الطبيب. فريمون دواء واعر ما كيضرش. انا اصلا عندي حساسيه من لاموكسيلين ومع ذلك ما ضرنيش. عطاتني خميره ديال هذاك سميتهم ديال الترا لوفور ديال ما مشات لي السميه ديالها. المهم هما كيكونوا ديال الخميره صوبين من الخميره، عطاتهم ليا باش هكا ما يتاداوش المصارن. وعطاتني الدواء ديال لوغوفلي باش ما نردش. وعاد الدواء ديال المعده مجهد. الدواء ديال المعده عطاتني انيكسيون راه غالي شويه زيد في الثمن، ماشي بحال يعني هذا الاوميجين او لا برازول او لا اوميبرازول، ماشي بحالهم وماشي بحال الاولسير. هذا انيكسيون بنات قيدوه وخذوه 40 ملغ مخير للمعده هذا. المهم عطاتني هذا التريتمون، ها هي عطاتني انيكسيون ياك، وعطاتني ترافانيك. بالنسبه للناس اللي قالوا لي شنو هو العلاج الثلاثي اللي عطاتني غير ديال المغرب ولكن راه مخير. عطاتني انيكسيون 40 ملغ، عطاتني ترافانيك 500 غرام، وعطاتني هذا بيريديس ديال هذا ديال لوغوفلي ديال التقيه، وعطاتني غلاموكسيل. هذا غلاموكسيل فيه ماده اموكسيلين، وعطاتني هذا الترا لوفور هو اللي قلت لكم ديال البروبوتيك هي هذه.
المهم هذا هو التريتمون. ودابا ان شاء الله الناس اللي انتريسي باش ياخذوا هذا التريتمون، واخا انا صراحه خصكم تشوفوا الطبيبه، ولكن راه هذا هو التريتمون اللي انا تشافيت عليه الحمد لله. ربي جاب الشفاء وتشافيت، وكنحمد الله وكنشكره وكنصلي وكندعي دائما وكنقول يا ربي تجيب الشفاء العاجل، حيت فعلا دازت عليا معاناه خايبه مع جرثومه ديال المعده. دوزت واحد المعاناه راه ما تبغيهاش لعدوك، والله شي عدوك تكوني ما تتبغيش وما تبغيلوش هاد المعاناه اللي دوزت مع المعده، سواء معاناه نفسيه، معاناه جسديه، معاناه ماديه، يعني معاناه اجتماعيه، يعني بربعه. يعني راكم عارفين هضره الناس العافيتي هذه، يعني بزاف ديال المعاناه انا لقيتهم مع هذا المشكل ديال جرثومه المعده. ولكن الحمد لله بهذا العلاج هذا غلاموكسيل وترافانيك وانيكسيوم وهاد بيريديس راه ما شاء الله. المهم كيف ما قلت لكم درت التريتمون ديالي، موالف الدواء تيضرني، تنبدا نتقيا، ما تنقدرش ناكل، ديجا مشاركه معكم هادشي. ولكن هذا الدواء هذا ما شاء الله ما طرات لي حتى شي حاجه. دوزت ان سيمين 10 ايام وحتى خفيف، يعني عطاتني غير دو زونتيبيوتيك. اما في الاول راه شربت بيليرا مجهد، وشربت الدواء اللي قبل منه 3 دي زونتيبيوتيك، هذا غير جوج، ومعاه ديال الخميره، ومعاه ديال بيريديس ديال التقيه. وصافي فاش درت تيست ريسبيراتوار بعد شهر وشي 10 ايام بعد الدواء، درت تيست ريسبيراتوار، لقيت الريزولطا انها ولات عندي لابسونس، يعني الغياب ديال جرثومه المعده ما بقاتش عندي. انا غادي نوريكم، ها هي كما شفتوا، ها هي ريزولطا نيجاتيف اون فافور دو لابسونس دو هيليكوباكتير. ما عرفتش واش كيبان لكم ولا لا، المهم راه لابسونس، ما بقاتش عندي جرثومه ديال المعده، والحمد لله ولله الحمد. ربي كبير البنات، والله الا ربي كبير. وهادشي كامل مع الريجيم طبعا، يعني ما كناكلش داكشي المقلي. انا كنت واخده واحد الفكره ديال انا الحليب والمشتقات الحليب، يعني الفرماج وداكشي هما اللي كيديروا جرثومه المعده. قالت لي الطبيبه لا، هذاك الشيء عنده مشكله مع الناس اللي عندهم يعني عندهم مشكله مع اللاكتوز، هما اللي ما خصهمش يشربوا، اما انت عادي شربي داكشي ديالك. كما قلت لكم، قالت لي يعني كلي كلشي، ما ديريش زعما الريجيم الحاد على قبل زعما صحتك، باش هكا ما تضعفيش كثر وهذا. والحمد لله دابا راني تندير ريجيم، ماشي ريجيم 100%، ولكن محايده يعني داكشي ديال القلي، محايده هكايا. المهم الحاجه اللي فيها الدهنيات، اللحوم، المقليات، غير هادشي تقريبا، غير كنبخر اولا مريقه هكا خفيفه، شي حاجه في الفران، شي حاجه صوتي وصافي. وهادشي اللي كاين. والحمد لله حتى في الوزن ديالي راني تزاديت، ما بقاش داك الوزن اللي كان، الحمد لله ولله الحمد. المهم شكرا لكم بزاف كاع الناس اللي كانوا كيسولوا فيا في هذه الفتره هذه واش تشافيت. انا جاوبتكم الحمد لله تشافيت. واللي انتريسي بالعلاج يعني بالتفصيل ولا بالطبيبه، يعني فين كاينه ولا لادغيس ولا هذا، كنتو زعما في قنيطره ولا في نواحي قنيطره وبغيتو تجيو دوزو عندنا، كنصحكم بهاد سهيله الطاهري، سيروا عندها. سينو زعما غندخل عندكم ونجاوبكم في لي كومونتير الا كنتو انتريسي. وصافي هادشي اللي كاين. المهم هذا هو الفيديو هذا، حاولت اني نشرح لكم، راه بان لي وصلت وقيلا 11 دقيقه، غادي نطول عليكم بزاف، كنحاول انني ما نطولش عليكم في الفيديو. والمهم نتمنى نكون جاوبت على كاع الاسئله ديالكم، واللي عنده شي سؤال يخليه ليا في التعليق. والمهم خليتكم على خير، وشكرا لكم بزاف ومرحبا بالناس الجداد اللي عاد التحقوا بالقناه ديالي، كنقول لهم مرحبا بكم، ونتمنى نكون عند حسن الظن ديالكم، وبالشفاء العاجل لجميع المرضى ان شاء الله يا ربي. ومع فيديو جاي ان شاء الله. باي باي.